أهلا بيكم. النهاردة هندخل على طول في واحد من أتقل الملفات المالية في السوق. تحليلنا لشركة النساجون الشرقيون أو ORWE مش مجرد قراية أرقام، إحنا بنفكك طلاسم كيان بيسموه في السوق الحصن المالي المنيع. ركزوا معايا، لأننا قدام ماكينة مالية بتشتغل بعبقرية، وهنشوف إزاي الإيرادات القياسية في 2025 والديون اللي بتتبخر خلت الشركة دي في حتة تانية خالص. دايماً بيخطر في بالنا سؤال: إزاي منتج كلنا عارفينه وسجادة موجودة في كل بيت تقريباً تتحول لعملاق اقتصادي بيتحكم في مليارات على شاشة البورصة؟ إزاي بتتبني الآلة المالية الضخمة دي اللي بتحقق أرباح استثنائية؟ ده بالظبط اللي هنكتشفه مع بعض دلوقتي خطوة بخطوة. النساجون الشرقيون من سنة 79، وهي مش بس بتفرش بيوتنا، دي بتفرش أسواق العالم كله. عشان نحط الأمور في نصابها، إحنا بنتكلم عن قيمة سوقية بتعدي ال 14.4 مليار جنيه. رقم يخض، صح؟ الرقم ده بيدينا فكرة عن حجم الكيان المؤسسي اللي متربع على عرش الصناعة دي عالمياً مش بس محلياً. ندخل بقى على خط الهجوم وإزاي الشركة حطمت كل الأرقام القياسية لإيراداتها في 2025. 26.62 مليار جنيه. أيوة، الرقم ده هو إجمالي إيرادات سنة 2025 لوحدها. الفكرة هنا مش بس في الرقم الفلكي، الفكرة إنه بيمثل نمو بحوالي 9.61% عن السنة اللي قبلها. يعني رغم أي مطبات في السوق، المكنة شغالة وبتبيع وتجيب كاش بأقصى سرعة. لو بصينا على الأداء التشغيلي هنلاقيه حرفياً يدرس. الشركة قدرت تحول الإيرادات دي ل 3.19 مليار جنيه كتدفقات نقدية تشغيلية، وده بيعكس قوة مرعبة في تحصيل الكاش. ضيفوا على ده إن هامش مجمل الربح نط ل 14.2%. إزاي؟ بضربة معلم في إدارة تكاليف المواد الخام واستغلال نزول أسعار البوليبروبيلين عالمياً لصالحهم. دي إدارة واعية جداً لتكاليف. طيب، تفتكروا دي النهاية؟ بالعكس، المفاجأة الحقيقية كانت في القفزة الهائلة لأرباح الربع الأول من 2026. 893 مليون جنيه صافي أرباح مجمعة، وفي ربع واحد بس. ده بيدينا إشارة واضحة جدا لانطلاقة الشركة في السنة الجديدة. بس عشان نحس بحجم الرقم ده، تعالوا نقارنه بالسنة اللي قبلها. احنا بنتكلم عن قفزة استثنائية بنسبة 62.1%، من حوالي 551 مليون في الربع الأول من 2025 ل 893 مليون جنيه في 2026. واللقطة الأهم هنا إن صافي ربح الشركة الأم طار لفوق بنسبة 67.26%. يعني الكيان ده مش بس محافظ على مكانه، ده بيكسر حواجز جديدة من الربحية تماماً. وبعد ما شفنا خط الهجوم، خلينا نبص على الحوائط الدفاعية والميزانية العمومية اللي نقدر نقول عليها حرفياً مضادة للرصاص. في لغة التحليل المالي، عشان نقيس صحة أي شركة بنبص على حاجة اسمها مقياس بيوتروسكي. ببساطة كده ده اختبار من 9 درجات بيقيم القوة المالية للشركة. المفاجأة إن الساجون الشرقيون قفلت العداد وجابت 9 من 9. العلامة الكاملة دي معناها إن الأساس المالي ما فيهوش خدش وقادر يصد أي صدمات في السوق. ومن أقوى حركات الدفاع للشركة إنها نسفت ديونها. صافي الدين نزل من 1.8 مليار جنيه في 2024 ل 600 مليون جنيه بس بنهاية 2025. متخيلين؟ نزلوا ديونهم للتلت في سنة وشوية. ونسبة صافي الدين للأرباح التشغيلية بقت 0.2 مرة. ده مستوى أمان عالي جداً بيبعدهم عن أي وجع دماغ من القروض. وهنا بقى اللقطة العبقرية. الفايدة العالية في السوق عادة بتكون كابوس لأي شركة صناعية عشان تكلفة القروض، صح؟ بس مع النساجون الوضع اتقلب لسلاح فتاك. الشركة قاعدة على احتياطيات نقدية ب 6.68 مليار جنيه، ومع ديون قليلة جدا الفايدة العالية دي بتجيب لهم عوائد بتعدي ل 23% على الكاش بتاعهم. يعني بيكسبوا من الفايدة العالية بدل ما يدفعوا ثمنها. ذكاء مالي ملوش حل. ننتقل بقى للجزء اللي بيهم كل مستثمر: غنائم الحرب، التوزيعات النقدية والتقييم. الرقم ده 6.91% هو عائد التوزيعات النقدية، وده بيفسر لينا ليه السهم ده كان ولسه من الأسهم التاريخية المفضلة لأي مستثمر في البورصة المصرية بيدور على دخل كاش مستقر ومضمون. الجمعية العامة اعتمدت توزيع جنيه ونص لكل سهم، يعني بنتكلم في إجمالي توزيعات داخلة على مليار جنيه. بس الأهم من ده كله إن رغم الأرباح الفلكية دي، السهم لسه بيتداول بخصم كبير. مقرر الربحية بتاعه هادي جدا عند 6.6 مرة تقريبا، في حين إن أغلب التقديرات بتقول إن قيمته العادلة المفروض تلعب في منطقة 23.5 ل 28.81 جنيه. يعني فرصة ممتازة مبنية على أساس قوي جدا.
ودلوقتي نوصل لحبكة النهاية، وهي خطة توسيع الإمبراطورية. لو تابعنا حركة السهم هنلاقيه جاب قمة تاريخية عند 35 جنيه في أكتوبر 2024، وبعدين ريح شوية وبنى قاعدة قوية جدا بين 21 و 22 جنيه في أوائل 2026. لكن الخبر الأهم واللي نزل في مايو 2026 هو إن الإدارة وافقت تشتري أرض صناعية في العاشر من رمضان ب 350 مليون جنيه من شركتها التابعة ماك، مساحتها بتعدي 32 ألف متر. ده معناه رسالة واضحة، الشركة بتستعد لطلب مستقبلي جبار وبتوسع طاقتها الإنتاجية. ميزانية حديد، ديون بتتبخر، أرباح قياسية وتوسعات بمئات الملايين على الأرض. الصورة بقت واضحة، بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي وبيسيبنا نفكر، مع كل القوة المالية والهيمنة دي، إيه هي المحطة الجاية للكيان ده؟ وهل السوق هيستوعب حجم التوسعات الجديدة دي؟ الأرقام قدامنا وهنسيب الأيام تجاوبنا. شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم في تحليل جديد.